كامبين محمد صلاح كانت ممكن تبقى خساره كبيره قوي، بس الحمد لله احنا حليناها مكسب ونجاح كبير قوي. احنا لما كنا رايحين على اساس ان محمد صلاح كسبان. كان نهائي ابطال اوروبا 2018، وكان حضور محمد صلاح في النهائي دي حاجه كبيره قوي لينا كمصريين، وكان لاهله كمان، وكنا عايزين نصور فرحتهم بالمكسب، والدنيا هتبقى عامله زي في نجريج البلد الاصلي اللي هو منها صلاح. ورحنا فعلا وبدانا التصوير. الكلام ده كان في رمضان، فاحنا كنا عايزين نخلص اكبر قدر ممكن قبل الفطار عشان بعد افتكر الماتش والناس تتفرج عليه. فصورنا اكبر قدر ممكن وعملنا الفرحه، وصورنا مع ناس كتيره من حواليه ومن جيرانه. وبعدين اما الماتش بدا وقاعدين وبنفكر واحنا بنرتب حياتنا، ما كنتش بص حتى على الماتش، انا قلت بعدين لقيت الدنيا كلها زي يكون في كارثه حصلت. ببص لقيت صلاح اتصاب. الكلام ده كان في اول ثلث ساعه يمكن من الماتش، وصلاح اتصاب وطلع، يعني الموضوع كله باظ. فالمشكله هنا انت كل اللي حصل ما قبل هذه اللحظه ده هيترمي كده. فكان التفكير طب هنعمل ايه؟ يعني هل كده خلاص كل حاجه راحت؟ فجت من هنا فكره لا، طب وليه يا جماعه؟ طب احنا كشعب اصلا عاطفي نحب نقف ورا حد وكده، طب ما نحول الموضوع من الله صلاح كسب لا لكلنا وراك يا ابو مكه، احنا 100 مليون صلاح، انت اتصبت كلنا قلنا اي، 100 مليون واحد قال اي بعدك. فكانت دي الفكره، اللي هو بدل ما يبقى احنا فرحانين بمكسب صلاح، لا احنا كلنا في ظهر صلاح. وده عشان احنا اصلا شعب عاطفي، ده اللي خلى الكامبين تبقى اكبر بكتير على فكره، لان الناس بقت وراه، اللي هو انت بطل. يعني حتى هتلاقي في الان في واحد بيقول البطل محمد صلاح. تمنيات كل الخير للبطل الشجاع محمد صلاح. الناس تفاعلت على هذا الاساس، على اساس البطل، واحنا بنحب ده، احنا جوانا سيكولوجيتنا بتفكر في ده. وابتدينا نعمل فيديوهات لناس يا جماعه ابعتوا لنا فيديوهات بتقولوا فيها كلمه ان انتوا واقفين ورا محمد صلاح. والناس كتيره، وحتى كان في انفلونسرز كتير، في ناس كتيره قوي ابتدت تبعت. وكان حلاوه الموضوع انه عشان كان نفسي، كانت الناس بتعمل الكلام ده بجد. يعني هو الناس بتتكلم بجد، هم قلبهم معاه. كل واحد بيبعت الفيديو بتاعه هو بيقول له كلمه، لان هو عارف، او احنا كنا كمان قايلين لهم كده ان انت الفيديوهات دي احنا هنبعتها له وهيتفرج عليها في اصابته. الموضوع ده كان مأثر في الناس نفسيا جدا، وفعلا كنا بنبعت الفيديوهات دي ليه، وهو كان ساعتها رد على الصفحه بتاعته. فتفاعل الناس واحساسهم بالموضوع ضرب اللي احنا كنا متخيلينه كان هيبقى مكسب 10 اضعاف، رغم كمان انه اتهدد بالخساره. يعني انا فاكر ان لو الموضوع كان مشي حلو ما كانش هيجيب نفس الامباكت ده. وبدل ما كان كل ده هيترمي اصلا نتيجه لاصابته، الموضوع ده كله اتحول لنجاح وكامبين. انا من اكتر الكامبينز اللي انا بحس ان انا مبسوط بيها وفخور اني اشتركت فيها. عشان كده دايما بقول للناس انت البيزنس بتاعك عباره عن بني ادمين بتشتغل، وبني ادمين بتخدم على البيزنس بتاعك، وبني ادمين من بعدها. فهي كلها بني ادمين وكلها علم نفس. بني ادم يعني نفسيه، يعني شخصيه، يعني سايكولوجي. فده اللي بيحرك الموضوع كله، سواء كان في البيزنس بتاعك او في الناس اللي بتبيع لها في السوق، او في الناس حتى السبلايرز بتوعك. فده الفكره من فكره الماركتنج سايكولوجي او علم النفس التسويقي. هو انت ازاي باستخدام مبادئ علم النفس تدير البيزنس بتاعك، لان الماركتنج هو انك تدير البيزنس بتاعك من وجهه نظر العميل. دي فكره ببساطه كده كلمه ماركتنج، يعني بدير البيزنس، الشغل بتاعي كله بديره من وجهه نظر السوق. والسوق يعني ماركت، عشان كده هي ماركتنج. السوق ده البني ادمين اللي فيه كلها، كل واحد عنده شخصيه مختلفه وسايكولوجي مختلفه. لازم تبقى انت فاهم سيكولوجيته عشان تعرف تتكلم معاه اصلا. وده اللي احنا بنقدمه مع ورشه علم النفس التسويقي مع ماشين فاير. لو انت مهتم بورشه علم النفس التسويقي سجل معانا وهنبعت لك كل التفاصيل.